لازم نذاكر. انت تعمل زي بابا؟ لازم نذاكر. ليه لازم نذاكر؟ لان الكلمه دي هقول لك وانت في الامتياز، لما اقابلك امتياز ان شاء الله هقول لك، لو كنت عايش هقول لك كده: لو ما ذاكرتش يا حبيب جده هتاكل حرام. هتاكل حرام، هتعالج الناس من غير معلومات. ترضاها انت تروح لدكتور دلوقتي او تبعت باباك لدكتور باباك عنده هايبر تنشن ومعلومات الراجل ده من 10 سنين فاتت ولا من 15 سنه واتغيرت الدنيا ولسه بيكتب نفس روجيتا؟ مجرم. مجرم. فلو انت النهارده شغلتك الوحيده حاجتين: تذاكر وتعبد ربنا، في حاجه ثانيه فما بتذاكرش، يبقى انت بتهبب ايه؟ امال لما انت تتخرج وراك بقى مليون حاجه، مراتك وعيالك وعايز شقه وعايز تغير بوتاجاز لان مراتك نفسها قوي في بوتاجاز بشوايه وانت ما عندكش شوايه، والناس كلها عندها شوايه يا محمد وانت مش جايب لي شوايه، ومراتك نفسها قوي في مكنه في جهاز عصير قصب قوي ده عشان تعصر قصب في البيت وانت ما عندكش عصيره قصب في البيت. مين عنده عصيره قصب في البيت؟ جيبوها يا اولاد، جميله. فوانت ده ولازم تذاكر هناك. امال دلوقتي هقول لك نيتين مهمين قوي للمذاكره. الصح انك بتذاكر عشان كمان من النيات مجتمعك وبلدك وتتقدم بيها نيات كبيره صعبه عليك. خد نيتين سهلين. الاولانيه قلتها لك: لو ما تعودتش على المذاكره هتكبر ما بتذاكرش وخلاص هتشتغل دكتور، ما احنا خلاص ركبت السكه دي، فهتاكل حرام. واحد. اتنين: بر والدين يا اخي. باباك ومامتك يتبسطوا قوي قوي لما يلاقوك بتذاكر. ذاكر بنيتهم بس. ممنوع في حياتنا اي حاجه انا مسؤول عنها تبقى بمزاجي، ليا نفس ماليش نفس، مش كده. الحاجه الصح مش بالحماس، الحاجه الصح قرار.